زبط. هاي يا جماعة، ويلكم باك. هذه المرة أنا قاعدة أصور لكم من الكاميرا. يس cause why not؟ ليش لا نحترف؟ خليني أجرب لو صورت كذا. شوفوا احترافية ولا مو احترافية؟ احترافية. طيب خلونا نسوي سكيب للمقدمات، وآسف وما آسف وليش انقطعت ومدري إيش. يعني إيش متوقعين؟ صراحة يعني أنا أحب اليوتيوب موت، بس اليوتيوب ما أدري ما لكم عليه حقيقي. يعني هذه المرة الثالثة اللي أصلح حسابي ويرجع يتعطل، أصلح ويرجع يتعطل، الموضوع يقهر ترى. بس عرفت فين كانت المشكلة، وإن شاء الله يعني قاعدة أحلها. بس قلت ما حتنتهي 2025 إلا وأنا سويت لكم فلوج. شتو يعني أباكم تدخلوا السنة الجديدة بوجهي وتنهوا السنة القديمة بوجهي. يس I miss you guys والله، وحشتوني موت واشتقت لليوتيوب والأجواء اليوتيوب. وحقيقي دائما ألاقي ناس في الجامعات وحتى في الشارع في كل مكان يلاقوني يقولوا لي ليش منقطعة في اليوتيوب، أرجع مدري والله ظروف يا جماعة. وحقيقي السنة اللي فاتت ركزت على الإنجازات اللي في الجامعة أكثر، وركزت برضو على الانستغرام. لو تلاحظوا في قناتي في الانستغرام الحمد لله قربنا نوصل ل20,000. يعني أتوقع آخر مرة عرضت الانستغرام عندكم ما كان يعني يتخطى 5,000. فركزت في الانستغرام. حقيقي التيك توك حذفته من زمان، don't ask me، ما أحب التيك توك مرة، بس لزوم الشغل يعني لازم أرجع له الفترة هذه. بقول لكم إيش الأبديت السريع اللي صار، اللي بيصير يعني. بعدين حرجع أقول لكم إيش اللي حصل لي خلال السنة اللي فاتت. يعني الفيديو هذا حيكون ندردش مع بعض، نهرج مع بعض، أوريكم إيش الأهداف اللي حققتها السنة اللي فاتت وإيش الأهداف اللي أبغى أحققها السنة الجاية. فالأشياء اللي حتصير إن شاء الله في المستقبل، أول شيء إنه أختي لينا حياة قلبي صارت هي مديرة أعمالي والكاتبة المحتوى الخاصة فيني. يعني صراحة حسيت مرة ضغط علي إنه أقعد مثلا أكتب المحتوى أنا وأصور وأمنتج وأرسل وأدير مواقع السوشيال ميديا وأدير شغلي ومشاريعي وأركز على جامعتي، وكل هذا كان تو ماتش علي الصدق يعني. ولأنه حسيت إنه الإنسان يعني لما يقلل من نطاق الأشياء اللي يركز عليها يدي أكثر ويعطي أكثر. فقررت أدخلها معايا عشان تكون تساعدني في الإيديت، في المونتاج، في الإدارة، في كتابة المحتوى. فمرة متحمسة الصدق إنها تكون معايا وشريكتي، وإن شاء الله يا رب. عشان كذا أنا متأكدة إنه من بعد اليوم ما حتشوفوا فيه انقطاع، لأن أنا قلت لها لو انقطعت أو تكاسلت أو صار كيني ميني صار خاصميني. قلت قافية. اشتقت القوافي الصدق كمان، اشتقت أفتح الكاميرا وأهرج كذا. فأيوة، فدحين أنا كملت سنة ثانية في الجامعة، ودحين حروح للسنة الثالثة. وطبعا دحين أنا كنت في internship. يس كملت الانترنشيب. أو ماي جاد، بقيلي سنة واحدة، تخيلوا في الجامعة بقيلي سنة واحدة بس. يعني السنة يعني لما أداوم المرة الجاية في جامعتي حكون لازم أركز على FYP اللي هو مشروع التخرج. بس ما علينا من الأشياء هذه، سيبوكم من النكد لأنه لسه قدامي يعني شهر لين أبدأ. So I will not thinking about it right now. خلاص. خلوني أفتح الجوال وأقول لكم إيش الأحداث اللي حصلت خلال السنة اللي فاتت. صراحة يعني كانت حفلة، تعلمت كثير ودخلت في دروس كثير في نفس الوقت. يعني ركزت على مشاريعي ونفسي أكثر الصدق. فخلينا نبدأ وحوريكم يعني صور كذا مقتطفات من الأشياء. ففلوق اليوم حيكون عبارة عن أحكيكم إيش سويت السنة اللي فاتت وإيش حسوي في السنة الجاية، وحوريكم الصور والأكشن يعني. So let's go. ما أدري، يمكن أخلي هذه المقدمة خلاص. المهم إنه في السنة اللي فاتت احتفلت في رأس السنة عند بيت حبيبة قلبي أنوار، صاحبتي حياتي، أوجه لها بوسة وتحية.
حوريكم فيديوهات واشياء يعني اني احكيكم بالضبط ايش صار من راس السنة اللي فاتت. ايش كمان، طبعا يعني من هذاك الوقت وانا قاعدة اركز على نفسي في السوشيال ميديا في الانستغرام، وكنت مرة فعالة هناك بالمحتوى. وساعتها بدأت اشتغل ككونتنت كرييتر مع شركة تقديم طلاب. يعني انا اوريدي من اول كنت اجيب طلاب، بس دحين صرت كونتنت كرييتر، يعني اكتب محتوى واصور عن الطلاب وزي كذا في شركة ثانية. فصراحة هذه كانت التجربة اللي ممكن لقيت جمانة فين تلقى متعتها، فهمتوا؟ لأنه كان شيء مرة ممتع إني أقعد أصور وأمنتج وأكتب أفكار، بعدين لما أرسل أشوف الإحصائيات، الفيديو يرتفع ما يرتفع، فهمتوا؟ أسأل الطلاب، بيجوا ناس يشكروني لأني جبت لهم معلومات وأشياء. فهذه الخطوة كانت خطوة مرة رهيبة صراحة، وخلتني أكتشف شغفي في الماركتينج وفي السوشيال ميديا أكثر كمان. إيش كمان الأحداث اللي حصلت؟ والله حصلت كثير أحداث الصدق، بس يعني أنا ليش فتحت وقلبت؟ عشان يعني أذكر لكم بالدور والترتيب. شكلي حبص هنا. بعدها بدأت دخلت في الاتحاد حق الجامعة وصرت مسؤولة الطالبات. طبعا هذا الشيء يعني سبب من تغيير شخصيتي مرة كثير، من ناحية اني اصير اخطط، اشتغل مع تيم. طبعا هارت للتيم حقي لانهم الافضل الصدق، اشكركم نفرا نفرا. فصراحة ساعات كثير، وانا انسانة يعني احب ادخل نفسي في كل شيء، فدخلت في الاعلامي ودخلت في الاكاديمي، في الطالبات، في الادارة، في كل شيء. دخلت نفسي في كل شيء. ليه؟ لاني ابغى اتعلم واجرب، وهذا الشيء اللي حقيقي صار. طبعا في نفس الوقت حق الطالبات سويت رحلات، سويت جامعات، سويت حفلات، يعني كان شيء رهيب الصدق. وفي نفس الوقت كان يعني في لحظات يكون فيها ضغط ومشاكل ماني حابة أقولها صراحة. ما في داعي نذكر الأشياء السلبية، بس هذه الأشياء بالعكس خلتني أتعلم إنه كيف أواجهها وكيف أحلها بالطريقة يعني الصح، فهمتوا؟ هاي يا جماعة، زي ما توقعت الكاميرا هذه قليلة أدب، لأنه قعدت أهرج مع نفسي لمدة 25 دقيقة، سجلت بس أول 11 دقيقة. طب أنا إيش أسوي؟ إيش أسوي دحين بالباقي؟ قهرتني الصدق. يعني أنا قلت حرام أخليها عندي بدون ما أستغلها، بس شكلي خلاص حرجع للجوال. هاي يحزن. قعدت أهرج لكم عن معاناتي السنة اللي فاتت وعن طموحي والأشياء اللي أسويها، اللي أبى أسويها يعني، بس شكله خلاص ربي مش رايد. حبيت أطل عليكم بس وأقول لكم I'm back إن شاء الله بإذن الله. حرجع لكم يعني بطاقة جديدة وعقلية جديدة وجمان جديدة ومشاريع وأفكار وأشياء رهيبة إن شاء الله. السنة الجاية حتشوفوا الإنجازات هذه سوا، حنشوفها سوا إن شاء الله. فيس إن شاء الله الإنجازات هذه حنشوفها سوا في المستقبل. كنت أقول لكم كمان إنه حقيقي شكرا لكل أحد جاء أرسل لي قال لي فينك ليه ما تصوري يوتيوب وزي كذا، لأنه صراحة في كثير ناس كانوا يجوا يسألوني هذا السؤال، ودائما أحس في شعور فراشات لما أحد يجي يسألني هذا السؤال. ليه؟ لأنه السؤال يدل على الاهتمام وعلى إنه يعني في ناس تفتقدني، وهذا شيء جميل الصدق. أتمنى لكم سنة جديدة سعيدة بإذن الله، وأتمنى يعني تبدأوها بعقلية جديدة، تكون سنة مليانة إنجازات، لأنه هذا الشيء مهم. والناس اللي تعبت السنة اللي فاتت إن شاء الله بإذن الله السنة الجاية تكون السنة اللي تعوضكم عن كل شيء صعب عشتوه، ويعني تيسر أموركم وربي يفتح لكم كل خير إن شاء الله. محظوظة أنا فيكم، وبالذات في الناس اللي قاعدين يشوفوا دحين. يعني ليه هذه أنا قلتها وللأسف ما أدري تسجلت ولا لا، وبرجع أقولها دحين. حتنهوا السنة 2025 إن شاء الله بوجهي، وحترجعوا تشوفوني بداية سنة 2026، لأنه خلاص أنا أوعى يعني بحاول ما عاد أسحب، بحاول ما عاد أسحب
ضفيري حلوة طبعا، يعني مش حقيقية تركيب، بس اتس اوكي يعني حتى لو هي تركيب. اسوي زي كذا I'm back في يوتيوب. ما تدروا ايش صار لي، اعتذر عن القطع. حتشوفوني ألعب جيمنج كثير الأيام الجاية إن شاء الله، لأنه خاطري، والسنة الجاية ما أخلي شيء بخاطري خلاص. هذه برضو من الأشياء اللي لازم أسويها السنة الجاية. بس والله أتمنى تكونوا سمعتوني وفهمتوني. واعتذر مرة ثانية على القطيعة، أنا ما اعتذرت مرة أولى بس عادي يعني، تفهموني. أدعوا لي إن شاء الله، يعني ما تدروا، يمكن يعني أحد يدعي لي بدعوة حلوة وتنصاب، وبرضو كمان حدعي لكم. وبس والله see you in next year. باي باي باي. إيش شكل ذي الحركة؟ مع السلامة. وحشني اليوتيوب موت. لا كنا ما نقول موت. وحشني اليوتيوب قوي قوي قوي. قاعدة أتعلم صنعاني.